قال صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسفرت ليلك. إن كل تاجر من وراء تجارته، إنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك عن يمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. فهنيئا لذلك الوالد، وهنيئا في العمر ألقاه، فلو أدري الكلام لقلت أهواه. رفيق الساعة الأولى أنست به، فعشت بحب ما أوحى به الله. وسابقت الأحبة في تلاوته، وأنعم حين ألقاهم بلقياه. ولي شيخ إذا رتلت ألمحه، تقبلني من الإعجاب عيناه. وأبحر في مدى الدنيا وعالمها إلى زمن تعدد في زواياه. شيخ إذا رتلت ألمحه، تقبلني من الإعجاب عيناه. الله على حلقاته عشنا طفولتنا، وفي سنواتنا الأولى حفظناه. يزيد وداد صحبتنا بصحبته، وتأتلف القلوب إذا تلوناه. وكان الحب للقرآن رائدنا، وما نلنا الأمان البيض لولاه. أتذكر كم تزاحمنا نرتله، فعلمنا إخاء ما نسيناه. فإن حفظوه أولادي فأمنية، أنال الله قلبي ما تمناه. وإن الجود للقرآن موهبة، بها يهدي لنا المولى عطاياه. أولا باسمكم نشكر مندوبين حلقة أبي بن كعب الأستاذ معين بن عبد الله آل عالم، ومندوب الدار وهو الأستاذ يوسف بن علي بن جبران، وفقهم الله لما يحب ويرضى. ووالله أنهم خدمونا في هذا الجانب خدمة عظيمة، فجزاهم الله على ذلك خير الجزاء. وقد أنفقوا الكثير من أموالهم وأوقاتهم ومصالحهم في سبيل رفعة واستمرار هذه الحلقة وهذه الدار. أيضا باسمكم جميعا نشكر المشايخ مدرسي أبنائنا في حلقة أبي بن كعب، وباسمكم أيضا نشكر مديرة الدار ومعلماتها سواء في الدورة الصباحية أو حلقات المساء. ومن نتائج هذه الحلقة وهذه الدار ما نحن فيه اليوم فهي تختلف عما مضى. اليوم نظهر بعض ثمرات وبعض جهود الدار، دار عمارة لتحفيظ القرآن الكريم للنساء، للبنات والنساء. أيضا مشاركة لأبناء حلقة دار حلقة أبي بن كعب، قد تقدم بعض أبنائها واختبروا بعض مرحليات اختبار حفظ القرآن الكريم وتجويده. واليوم التوزيع على من وفقهم الله في الفصل الدراسي الأول من البنات، وفي الوضع الفصل الدراسي الأول من الأبناء، لحفظ بعض كتاب الله عز وجل وتدوينه وترتيبه وتفسيره. أما الأولاد فهم إمشاري عبد الله سعيد الجازي وفقهم الله، المرحلة الرابعة تقدير ممتاز. أيضا عبد الرحمن محمد مرعي هادي
المستوى الرابع الثالث وبتقدير ممتاز وفقه الله. أيضا علي سعيد محمد هادي آل مشاطر، المرحلة الثالثة بتقدير جيد جدا. عدلوا يا شباب. أيضا بدر عبد الله سعد أحمد آل بلعيد، المرحلة الثانية بتقدير ممتاز. فهد سعد أحمد الهيد، المرحلة الثانية بتقدير ممتاز. فين؟ عبد الإله محمد علي بعيد آل جازع، المرحلة الثانية وتقدير ممتاز. سعيد محمد آل مشرف، المرحلة الأولى بتقدير ممتاز. محمد عبد الله بعيد آل جازع، المرحلة الأولى بتقدير ممتاز. أحمد صالح أحمد شحيب، المرحلة الأولى بتقدير ممتاز. عبد الله أحمد سعد آل بلعيد، المرحلة الأولى بتقدير ممتاز. محمد عبد الله بعيد آل جازع، المرحلة الأولى بتقدير ممتاز. عبد الله محمد عبد الله آل بلعيد، المرحلة الأولى بتقدير ممتاز. وين عبد الله محمد عبد الهادي؟ علي محمد عايض آل جازع، المرحلة الأولى بتقدير ممتاز. علي محمد عايض آل جازع بالتقدير ممتاز. أما من الله عليها بحفظ بعضهم 6 أجزاء و7 أجزاء في الدار من بناتنا، فهم بنت عبد الله بن محمد آل رابع، الجائزة خلفها شهادة شكر وتقدير وشهادة. بنت عوض بن محمد آل عاطف، وتحفظنا في المرحلة الأولى ذكر الأسماء كلكم يعرفون. لا ما أعرف. لكن عن عائشة رضي الله عنها عن أسماء ما فيها شيء، لكن نبدي نبغى نستعذ منهم وفقك الله. بنت سعد بن زايد، بنت مشبب بن دبور، زوجة علي بن عبد الله آل رابع، بنت علي بن محمد آل موسى فرحان، بنت صالح بن جبران البهادي، بنت علي بن محمد آل موسى، الله يوفقكم ان شاء الله، الله يوفقكم جميع المسلمين، بنت شايع بن علي، بنت شايع بن علي موجود؟ لا. شبيل موجود؟ لا. زوجة محمد ابن مشهور الشبيبة، زوجة يوسف بن علي بن جبران. هذا ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. وهكذا أيها الإخوة الأفاضل، كما رأيتم هذا التكريم لأبنائنا المتفوقين في المرحليات في حلقة أبي بن كعب للفصل الدراسي الأول، فألف مبروك لكل أبنائنا المتفوقين، وألف مبروك لكل من تفوق وبذل جهدا فمزيدا من التقدم والنجاح. نسأل الله القدير أن يبارك لأبنائنا وأن يزيدهم علما وأن يصلحهم وأن يبارك لهم. وامضي واثقة وأضيئي قبسا من هدي الرحمن، وامضي واثقة وأضيئي قبسا من هدي الرحمن، قبسا من هدي الرحمن. جئنا أطفالا وكبارا في الحفظ جميعا نتبارى، جئنا أطفالا وكبارا في الحفظ جميعا نتبارى، للحق سنغدو أنوارا وسيزهر روض الإيمان، للحق سنغدو أنوارا وسيزهر روض الإيمان، وسيزهر روض الإيمان. بشارقة الخير حللنا روحا تحمل أجمل معنى، وبآيات الله سمونا نحن سلام للأوطان. في شارقة الخير حللنا روحا تحمل أجمل معنى، في شارقة الخير حللنا روحا تحمل أجمل معنى، وبآيات الله سمونا نحن سلام للأوطان، وبآيات الله سمونا نحن سلام للأوطان. وفي الأخير نسأل الله عز وجل أن يثيب وأن يجزي خير الجزاء كل من ساهم وقام على إنجاح هذه الحلقة، سواء بالمال أو الجهد أو العمل. وتقبلوا تحيات رئيس ومندوب وأعضاء مجلس التحفيظ لقرية آل عبيدية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.